مفنشين الدور الاول بشكل كويس، عاملين اللي علينا ودي اهم حاجه، شكلنا كويس، فالنتائج الحمد لله كانت كويسه. مهم جدا مشاركه كل لعيبه القطاع في الانجازات بتاعت الناس التانيه. يعني انتوا اصغر فرقه تقريبا بتشارك في الدوري، الناس الكبيره متابعينكم، الناس الكبيره عارفين نتائجكم، مبسوطين بيكم جدا، مبسوطين بالاداء، مبسوطين بالنتائج. زياد نوير كابتن فرقه 2008 جاي لكم النهارده علشان يقول لكم كلمتين قبل بدايه الدور الثاني، وهيبدا الكلمه دلوقتي. ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ طبعا زي ما كابتن عشري قال، احنا متابعينكم الفتره اللي فاتت وكل حاجه، وطبعا انا فخور بيكم ومبسوط منكم، وانتوا رافعين راسنا ما شاء الله، وسامع عنكم كلام حلو، وعاملين ماتشات حلوه مع الزمالك في السنه وكل حاجه. وانا عايز اطلب منكم تكملوا على الكلام ده، وتهتموا بنومكم واكلكم، وما تمسكوش الموبايل كتير ولا بلاي ستيشن وكده، وحاولوا تحافظوا على نفسكم كده وتكملوا زي ما انتوا يا رجاله. شكرا يا زياد، شكرا لك. مهم جدا ان انتوا تعرفوا ان انتوا سنكم صغير، لكن انتوا بتتعاملوا كرجاله كبار. لما واحد من كباتن الفرق من اكبر الناس اللي موجودين عندنا في القطاع في فيجن يبقى مهتم بيكم وجاي يقول لكم كلمه ويحفزكم، لازم تكونوا قد المسؤوليه دي. الناس كلها كويسين معانا، الناس اللي كانت بتختار في منتخب الجيزه شافوا ناس منكم وكانوا مبسوطين جدا من شكل الفرقه. عملنا ماتش المقاولين ومفنشين بشكل كويس قوي. هنبدا ان شاء الله يوم السبت هنلاعب البطل الاولمبي. محتاج منكم الريكفري زي ما زياد قال لكم، نهتم باكلنا. والناس دي بيلعبوا من هو زياد بيلعب من هو قدكم تقريبا او يمكن اصغر كمان، اللي مخليه مكمل في الكوره لحد دلوقتي الريكفري والاكل والنوم. حافظ على نفسه، ولازم كمان تحافظوا على نفسكم وتهتموا بتمرينكم، تهتموا بنفسكم وجسمكم. تبقوا عارفين ان انت جزء كبير من شغلك ان انت لعيب كوره، لازم تحافظ على نفسك، تحافظ على جسمك، تركيزك، تشتغل على المنتال بتاعك، تتخيل الماتش عامل ازاي. وكل الحاجات دي علمناها لزياد، لان زياد انا بمرنه من هو صغير، حتى من قبل ما يجي هنا في فيجن. مهم جدا تهتم بالحاجات اللي قالها زياد واحنا بنقولها لك، وربنا معاكم. وعايزين ان شاء الله نجمع كل القطاع ونحتفلوا بيكم وانتوا واخدين الدوري. تمام يا رجاله؟ يلا شكرا.